مرحبا يا صبايا، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. بالفيديو السابق عملت لكم وصفة القهوة لتفتيح البشرة وشد البشرة وإزالة التجاعيد، وفيديو اليوم كمان رح نعمل وصفة بالقهوة واللبن الرايب وماء الورد وحليب المجفف. تابعوا الفيديو لتعرفوا كيف عملت الوصفة وكيف تطبقها ولا شو وبنحطها على الوجه. هلا بنكون على فوائد المواد المستخدمة. القهوة لتهدئة الانتفاخات التي يسببها الأرق والتخلص من الهالات السوداء وتجديد خلايا الجلد والتخلص من علامات التقدم بالعمر، تنعيم وترطيب البشرة والوقاية من جفاف الجلد، زيادة إنتاج الكولاجين والتقليل من التجاعيد. هلا الحليب المجفف بيحتوي على اللبنك ودهون أوميجا 3 فيتامين A، وهالعناصر بتساعد على تفتيح البشرة وإعادة الإشراق والنضارة للوجه. بالنسبة للبن الرايب بينظف البشرة وبيرطبها وبيفتحها، وعلاج حب الشباب والتقليل من ظهور التجاعيد، وتقليل الهالات السوداء والحماية من أشعة الشمس. وعن فوائد ماء الورد: بيخفف تهيج الجلد لأنه بيتمتع بخصائص مضادة للالتهاب، وهو معالج لتهيج الجلد الناتج عن الأكزيما والوردية وتخفيف الإحمرار وتحسين البشرة. هلا بنحط كل المواد مع بعض. بنحط اللبن الرايب، بنخلط المواد مع بعض لبين ما تمتزج وتتجانس، ونبدأ نطبق الوصفة على الإيدين وعلى الوجه وعلى الرقبة. هالوصفة كمان بتستعملوها مرتين بالأسبوع. بتفركوا حركات دائرية وتتركوها لتنشف، وبعدين بتغسلوا الوجه. بعد 20 دقيقة بتغسلوا الوجه بمي فاترة، وبعدين ببخاخ بتحطوا ماء الورد وبتبخوا على الوجه. لا تنسوا يا بنات، إذا عم تستعملوا الوصفات تكتبوا لي بالتعليقات واستفدتوا منها أو لا، ولا تنسوا اللايك والشير والمتابعة فضلا. يا بنات، إذا بدكم وصفة لتطويل أو تقوية الأظافر اكتبوا لي بالتعليقات لأنزل الوصفة اللي أنا بستعملها.